اتكلمنا قبل كده عن الاسطوانة الهوائية، وعرفنا بتتكون من ايه وبتشتغل ازاي. في الفيديو ده هنوجه كلامنا كله على الصمام الاتجاهي اللي بيتحكم في الاسطوانة الهوائية، واللي نقدر نقول عليه سولينويد فالف لانه بيشتغل بإشارة كهربية واللي بتجيله من البي ال سي. الصمام اللي قدامنا ده من النوع 5 إلى 2، وده لانه بيحتوي على 5 فتحات، منهم فتحتين للحركة واللي بيتوصلوا بالاسطوانة الهوائية. ومن فوق موجود الفتحة بي، واللي بتتوصل بمصدر الهواء المضغوط اللي هو الكباس. وموجود برضه زرار التحكم اليدوي، واللي بيستخدم لاختبار آلية الصمام زي ما احنا شايفين، وبدون توصيل التيار الكهربي. هنلاقي الجزء اللي بتتوصل منه الكهرباء واللي نقدر نفصله عن جزء الكويل من خلال فك المسمار ده، وجزء الكويل نفسه نقدر نشيله ونركبه بإيدينا عادي. أما بقى الأجزاء الداخلية فهنلاقي الجزء الأساسي للصمام وهو السبول، وعلى إحدى جوانبها سوستة بترجع الصمام لوضعه تاني، وموجود أورنجات لمنع تسريب الهواء، وموجود الساق المعدني اللي بيكون حواليه الكويل، واللي بيكون من النحاس الأحمر المعزول، اللي لما يمر فيه تيار كهربي بيولد مجال مغناطيسي بيسحب الساق المعدني. الصمام في العادي بتاعه بيكون مفتوح على وضع معين. لما نوصل خرطوم الهواء اللي جاي من الكباس، الاسطوانة الهوائية هتتحرك لموضع معين حسب توصيل الخراطيم. لكننا لازم نفهم حاجة مهمة، وهي إن الإبرة اللي حواليها الكويل مش متصلة بالسبول مباشرة. يعني الصمام ما بيعتمدش على الكهرباء بس، لا ده بيعتمد على ضغط الهواء برضه عشان يقفل ويفتح، وده بيحصل من خلال المسارات دي. ازاي بقى؟ احنا قلنا ان الصمام بيكون مفتوح في العادي بتاعه على جنب معين، فالهواء المضغوط هيعدي من الفتحة دي يروح يحرك البستم، وفي نفس الوقت بيعدي في المسارين دول. طيب دلوقتي عايزين نحرك البستم من الناحية التانية. هنا بتيجي الإشارة الكهربية من البي ال سي، واللي هتخلي الكويل يولد مجال مغناطيسي هيسحب الساق المعدني، وبالتالي هيفتح مسار الهواء ده، والهواء هيزق السبول ويقفل مسار الهواء للمنفذ A، وفي نفس الوقت يفتح المنفذ B، والبستم هيتحرك للناحية التانية، والهواء اللي كان محبوس هيخرج من فتحة التنفيس اللي متركب لها كاتم صوت. وأول ما الإشارة الكهربية تروح، الساق المعدني بيرجع لوضعه، وبالتالي هيقفل مسار الهواء، وفي نفس الوقت السوستة بترجع السبول لوضعها تاني، والصمام بيفتح على المنفذ A، والبستم بيتحرك الناحية التانية تاني. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. تحبوا في الفيديو الجاي نتكلم عن ايه؟